أهلا بكم مجددا. يتجه المغرب لكي يصبح قاعدة صناعية متقدمة للصين في مجال السيارات الكهربائية على ثخوم أوروبا. هذا ما جاء في تقرير للمعهد الملكي للشؤون الدولية تشاتام هاوس، والذي توقع أن يصبح المغرب مكسيك أوروبا، مستندا إلى معايير اقتصادية تعزز رؤية. إخواني أخواتي، أسعد الله مساءكم بكل خير ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من قناتنا وقناتكم إليك الخبر. سعيد بلقياكم إخواني أخواتي مجددا في هذه الحلقة اللي من خلالها كنتمنى دائما تكونوا بأحسن الأحوال. اليوم خوتي خواتاتي دراسات عالمية منها دراسات غوستن هاوس تؤكد وتشير على أن المغرب سيصبح قاعدة صناعية للصين وسيصبح مركز تنافس قوى عظمى من أجل الاستثمار بالمملكة المغربية، الشيء اللي غادي يجعل من المملكة المغربية قطبا صناعيا عالميا شأن المكسيك ودول أمريكا اللاتينية المتطورة صناعيا وفلاحيا واقتصاديا. يعني اللي غتعرف المغرب غيعرف واحد كما كيسميوها لو سوفت باور او الثوره الناعمه، يعني في مجالات الاقتصاد وجميع المجالات، الرياده وجميع المجالات. اليوم الصين تحط اطماعها وانظارها في السوق المغربيه نظرا لما تتوفر عليه المملكه المغربيه من مؤهلات اقتصادية وكذلك معادن، بحيث أن المغرب كيحتوي على 72% من احتياطي الفوسفات عالميا، وكذلك على المواد الأولية لصناعة البطاريات. فالمغرب أصبح رائدا في صناعة البطاريات، وبالتالي فالصين ستجعل من المغرب بوابة لتصدير السيارات الإلكترونية. هاد التقارير اللي جات العالمية عطات واحد ضجة اللي خلات ان الانظار ديال العالم تتجه نحو المملكه المغربيه. فهنيئا للمملكه المغربيه بهاد القفزه وهاد يعني هاد السياسه اللي في حقيقه من امن واستقرار. فالشيء اللي كيشجع الدول وخصوصا الصين فهو ان الاستقرار الامني بالبلاد التي تنعم بالامن والامان، وكذلك فالمغرب يعمل على تنويع الشركاء. خوتي خواتاتي، ما نطولش عليكم، نخليكم تشوفوا حوار في إحدى المحطات الألمانية اللي تحدثت بتفاصيل واستضافت دكاترة في المجال اللي غادي يوضحوا لنا أكثر. خوتي خواتاتي، قبل ذلك ما تنسوش تدعموا القناة بالاشتراكات ديالكم، وكذلك الضغط على زر الإعجاب، وشكر موصول دائما للمتتبعين الأوفياء اللي كيدعمونا دائما بالاقتراحات ديالهم وبالآراء ديالهم وكذلك بالتعاليق الجميلة ديالهم. الشكر موصول لكل من يدعم هذه القناة. دكتور عمر، يقول التقرير إن الصين تسعى لنقل الإنتاج إلى الخارج لتجنب القيود الجديدة التي أقرها مؤخرا الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية. هل البنية التحتية للمغرب مؤهلة لاستيعاب هذا التوجه الضخم للصين؟ البنية التحتية أثبتت أهليتها في الضراء إلى دول أوروبية وأمريكا كذلك فيما يتعلق بالطائرات، بقطع الغيار للطائرات وبالصناعات الإلكترونية وبالسيارات. اليد العاملة المغربية مؤهلة، أثبتت جودتها حتى في جودة السيارات التي صدرت. أثبتت الدراسات أن جودة نفس الأنواع من السيارات أعلى من جودة نفس الأنواع في إنجلترا، لأن اليد العاملة المغربية جودتها عالية جدا ومؤهلة جدا وسريعة التكيف مع التكنولوجيا للقطع الغيار التي تصنع في المغرب.
إذن يعني من هذه الناحية، إضافة إلى ما جاء في التقرير من بنية كندا في العقود الأخيرة، إلى جانب وسائل التواصل مع أوروبا المتطورة ومع إفريقيا الآن، فهذه الإمكانيات فتحت المجال إلى جانب عنصر أساسي، وهو اتفاقية التبادل الحر التي دفعت باقتصاد المغرب إلى التطور. نعم. لكي ينفتح بشكل متوازن مع الدول التي وقع معها اتفاقية تبادل الحر، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية. طيب دكتور حسن عبيد، أجدد الترحاب بك. يتكهن التقرير بأن يصبح المغرب بالنسبة لأوروبا بمثابة المكسيك بالنسبة للولايات المتحدة فيما يخص توطين الصناعات الصينية. والدكتور عمر الكتاني يقول بأن اليد العاملة المدربة متوفرة في المغرب، لكن هناك تقارير تفيد بأن هذه معضلة قد تحول دون تحول المغرب إلى قاعدة صينية متقدمة على تخوم أوروبا، على عكس المكسيك التي عملت على حل هذه المعضلة لسنوات طويلة، معتمدة نظام التعليم المزدوج الألماني كأحد وسائل التكوين المهني الفعال. ما رأيك في هذه النقطة دكتور حسن؟ مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام ولضيفك الكريم من المغرب. أعتقد أن المغرب أكثر من المكسيك يعني بهذا المضمار بالنسبة للصين حول فيما يختص بأوروبا، وخاصة أن في المغرب عنده مخزون كبير من الليثيوم، وهو الذي يستعمل في إنتاج البطاريات. ونحن نعيش اليوم في يعني صراع ومنافسة كبيرة ما بين شركة BYD الصينية لصناعة السيارات التي تعمل على الطاقة الكهربائية، وبين شركة تسلا الأمريكية التي تحتل كل منها حوالي 1,800,000 سيارة في السنة من المبيعات. فالصين اليوم، المغرب اليوم هي تعمل بطريقة كما ذكر التقرير بطريقة ذكية جدا، أنها تحافظ على علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وبنفس الوقت تزيد من نسبة مشاركتها مع الصين التي ازدادت التبادل التجاري مثلا مع الصين من العام 2016 إلى 2022 ازداد 5 مرات، ازداد الضعف. وهذا أمر مهم جدا، ولا يتحمل مسؤوليته هذا النجاح، لا تتحمل مسؤوليته المغرب، بل تتحمل مسؤوليته وتعمل عليها الصين في الدخول إلى شمال أفريقيا وإلى الشرق الأوسط وإلى كافة الدول التي كانت موجودة فيها. لكن دكتور حسن، إن سمحت لي، بحسب تقرير تشاتام هاوس، فإن الولايات المتحدة بدأت منذ عهد ترامب أو منذ فترة ترامب الأولى بدأت تعرب عن مخاوفها من أن الشركات الصينية أخذت من المكسيك نقطة انطلاق للوصول إلى السوق الأمريكية، وأصبحت تشكل عبئا على الشركات الأمريكية المنافسة. هل سيكون الموقف الأوروبي مختلفا في حال أصبح المغرب بمثابة المكسيك الأوروبية إذا اقتبسنا من تقرير شاتام هاوس؟ شكرا للسؤال المهم جدا. تختلف النظرة الأوروبية للموضوع عن النظرة الأمريكية. أولا لأن أمريكا عندها من الصناعات السيارات الكهربائية بالتحديد عندها منافسة للصينية كما ذكرنا تسلا مقابل BYD. أما في أوروبا فليس عندها المنافسة الكبيرة لBYD على الرغم من وضع بعض الشروط الحمائية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هي الشروط الحمائية بالتحديد. ترامب يحاول وضع بعض العراقيل أو الشروط أو الجمارك الحمائية ليحمي الصناعات الأمريكية. أما أوروبا فإنها تعمل بطريقة أخرى، بطريقة منفتحة إلى حد ما. وترامب الذي عمل على إغلاق المنافذ التواصل نعم. إلى حد ما مع المكسيك يختلف جدا عن أوروبا التي هي ليست تعمل فقط على العلاقة مع المغرب العربي، وخاصة يعني المغرب العربي أقصد دول المغرب العربي وبالتحديد دولة المغرب المملكة المغربية.
الاتحاد الأوروبي بحاجة لهذه العلاقة أكثر فأكثر. نعم، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يعتزم التخلص من محركات الاحتراق بحلول العام 2034. دعني دكتور حسن إن سمحت لي أسأل الدكتور عمر الكتاني. تقرير تشاتام هاوس يستند إلى امتلاك المغرب 72% من احتياطيات صخور الفوسفات في العالم، مما يؤهله ليصبح مركزا عالميا لإنتاج بطاريات الليثيوم فوسفات الحديد المعروفة اختصارا LFP، وهي الأرخص والأكثر أمانا من بطاريات الليثيوم فقط. دكتور عمر، التقرير يتجاهل الاحتياطي الضخم من الفوسفات المكتشف مؤخرا في النرويج. هل ترى بأن رغم ذلك ما زال المغرب يتوفر على مؤهلات لكي يصبح قاعدة صينية متقدمة في هذا المجال؟ حقيقة عنصر أساسي ظهر الامتياز به في المغرب هو فرضت إلى حد ما من أمريكا على المغرب. آنذاك كنا اعتقدنا أن المغرب ليس له مؤهلات لكي يكون هناك توازن تجاري بين أمريكا والمغرب، ولكن المغرب قبل عن مضض هذه الاتفاقية بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هذه الاتفاقية الآن ظهرت الامتياز ديالها، مما جعل الصين تختار المغرب لصناعة البطاريات، علما منها أن المغرب هو الدولة الإفريقية الوحيدة التي لها اتفاقية تبادل الحر مع أمريكا، وبالتالي لو وقعت الصناعات الصينية في المغرب فيمكن تصديرها على الولايات المتحدة الأمريكية بفضل اتفاقية تبادل الحر، خصوصا أن أمريكا هي التي طلبت من المغرب. نعم، نعتذر للمشاهدين فقط أن الصورة تتقطع بين الفين والآخر لضعف منسوب الإنترنت بيننا وبين الرباط. أعتذر منك دكتور عمر، أكمل. لأننا الآن في وضع امتيازي، لأن هذه الاتفاقية الآن سيمكن تفعيلها من خلال مرور الصناعات الصينية بالصناعة المغربية ودخولها إلى الولايات المتحدة رغم الضغوط ورغم الحصار التي تعمله أمريكا على هذه الصناعات، لأنه اتفاقية تبادل الحر تسمح للمغرب بتصديرها بدون ضرائب عالية على هذه الواردات. وبالتالي كيف يمكن لأمريكا أن تقطع؟ وصلت الفكرة. المغرب وهي التي طلبت من المغرب اتفاقية تبادل الحر، فانقلب السحر على الساحر. ولهذا كيف يمكن مع أوروبا عندنا اتفاقية تبادل الحر، ليس هناك مشكل، وأوروبا تشتري كثير من السيارات المصنوعة من الشركات الفرنسية، فحتى الشركات الفرنسية ستكون مزودة بالبطاريات الكهربائية الصينية المصنوعة في المغرب. وبالتالي وكذلك السوق الإفريقية في انتظار السيارات الكهربائية الصينية عبر طريق المغرب. في المغرب له 3 مساحات تجارية لنشر هذه السيارات، خصوصا أن البطاريات كما تفضلتم الليثيوم، المغرب متوفر على الليثيوم المواد الأساسية لصناعة البطاريات، والمغرب هو سوق حالية لسياراته في أوروبا، وفي بدأت هذه السوق تنتشر كذلك في أمريكا في إفريقيا. فهذه الإمكانيات تفتح الباب، ولا يمكن حصار هذه
الصناعات الآن بالنسبة للسوق المغربية. لكن ترامب بحسب محللين كثر لن يعدم الوسائل في الضغط على المغرب كي يبتعد عن الصين، أو لربما لإحباط هذا المشروع الصيني الكبير مع المغرب. دكتور حسن عبيد هو أعلنها صراحة، سيدخل في حرب تجارية مع الصين بمجرد دخوله البيت الأبيض. إلى أي مدى يهدد ذلك هذا المشروع المشترك بين الرباط وبكين؟ نعم، يعني بالحقيقة أوافق ضيفك الكريم من ناحية العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وبين المغرب من ناحية، ولكن أختلف معه بشيء ما بما يختص بالعلاقة المغربية الأمريكية. فما يحكم العلاقات الدولية هي الاتفاقيات المكتوبة علنا وبالصورة، ولكن بالواقع وبحقيقة الأمر ما يحكم العلاقات هي الواقع، هي ماذا يريد الواقع الاقتصادي لدولة ما. فيمكن لترامب اليوم أن يتبرأ من الاتفاقيات التبادل التجاري مع المغرب أو مع الصين أو مع الاتحاد الأوروبي، كما فعل وتبرأ من الاتفاقية التعاون النووي مع إيران مثلا خلال حكمه في بداية الأمر. فيمكن لأي دولة أن تتبرأ من أي اتفاقية عندما لا تخدم مصالحها. فالمصالح هي التي تحكم هذا الأمر. أما مصالح الاتحاد الأوروبي مع المغرب هي مصالح واضحة وسيستمر هذا الأمر. مصالح الاتحاد الأوروبي، مصالح الصين مع المغرب هي مصالح واضحة أيضا ومصالح مهمة، وخاصة أن الصين أيضا وقعت وهي جزء من اتفاقية الحزام والطريق الصينية. طيب. وهي مصالح استراتيجية كبيرة صينية مغربية. ولماذا اليوم المغرب وليس مثلا أي دولة أخرى اختارتها المغرب؟ الصين اختارت المغرب، اختارت لأن هناك كما ذكر التقرير وأؤكد على هذا الأمر، هناك استقرار أمني، استقرار سياسي، استقرار اجتماعي، استقرار تشريعي، استقرار مصرفي في المغرب. وهذا الأمر الذي دعا الصين لاختيار المغرب كدولة للتعامل معها، بالإضافة أيضا إلى المهارة المغربية، بالإضافة إلى المخزون من الفوسفور الليثيوم المغربي، وهذا أمر مهم جدا. وهناك توجه لتشريع توجه في المغرب لتشريع أيضا التعامل بالعملات الرقمية، لكن هناك أمور يختلف بعض المراقبين بشأنها معك دكتور حسن ومعك دكتور عمر فيما تعلق بالعلاقة مع أوروبا. صحيح أن المغرب يحاول موازنة علاقته ومصالحه مع أمريكا وأوروبا من جهة والصين من جهة أخرى، لكنه انضم بحسب التقرير أيضا عام 2017 إلى مبادرة الحزام والطريق، مما جعله أقرب إلى الصين، خاصة بعد قرار المحكمة الأوروبية بإبطال اتفاقيتين كما يعلم الجميع، اتفاقيتين تجاريتين مع المغرب في مجال الزراعة والصيد البحري تخص البضائع صحراوية المنشأ. دكتور عمر، هل بدأت الرباط تقترب من الصين على حساب الغرب مما قد يجعلها في بؤرة المواجهة والحرب التجارية التي ستندلع لا محالة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين؟ هناك أوراق يمكنها أن يلعبها المغرب في الضغط كذلك على أمريكا، كما لعبها في الضغط على بعض الدول الأوروبية منها ألمانيا ومنها. بالنسبة لأمريكا المغرب نقطة استراتيجية، بل اعتبر داخل في الأمن الأمريكي في إفريقيا. فالمكانة التي أخذها المغرب على مستوى استراتيجية في إفريقيا تجعل كذلك أمريكا تأخذ بعين الاعتبار هذه العناصر حتى لا تثير يعني حساسية المغرب، خصوصا أن هناك يعني إمكانية تحول المغرب إلى قوة اقتصادية في المنطقة، وهذا في صالح الانفتاح على أوروبا وعلى أمريكا، وفي صالح جعل المغرب نقطة عبور للاقتصاد الأوروبي والأمريكي إلى إفريقيا من خلال
لأمريكا التي تتوجه الآن إلى آخر قارة يمكن استغلالها، وهي القارة الإفريقية. هذه العناصر الاستراتيجية تعطي إمكانية تفاوضية للمغرب أمام أمريكا، حتى لا يكون المغرب ضحية للصراع الصيني الأمريكي في اعتقادي. طيب، ما رأيك دكتور حسن؟ لعل لديك قراءة مختلفة عما تفضل به الدكتور عمر. كما ذكرت يعني وافق الدكتور عمر بأمور كثيرة بما يختص بالتحليل، ولكن بما يختص بالعلاقة الأوروبية بالتحديد، يعني أجيب على سؤالك. أوروبا اليوم ليست في مكان يمكن لها أن تفرض شروطها وتفرض عقوباتها وتفرض إلغاء اتفاقياتها مع دول المغرب العربي. فدخول روسيا إلى أفريقيا ودخول الصين إلى أفريقيا وإلى الشرق الأوسط أخذ محل أوروبا أكثر مما أخذ محل الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي أوروبا اليوم التي تعاني من نقص في الطاقة، التي تعاني من مشاكل في البنية الاقتصادية والبنية المالية في صعوبة في الاقتراض. يعني اليوم تعرف يا سيدي فرنسا مثلا تعاني من مشكلة اقتصادية كبرى، حيث بلغ معدل الدين أكثر من 113% من حجم الدخل الوطني، وهي ذاهبة نحو ربما في الصيف إلى انتخابات أخرى مرة ثانية بعد إسقاط حكومة بارنيه في البرلمان. فلذلك أوروبا اليوم ليست في مكان يمكن لها أن تفاوض كثيرا، وليست في مكان قوة مع المغرب. فإذا ذهبت المغرب شمالا أو يسارا أو يمينا أو صينيا أو روسيا فأوروبا بحاجة لها أكثر من هي بحاجة لأوروبا. دكتور عمر، العلاقة مع أمريكا مختلف جدا، لأن أمريكا يمكن لها هي في مكان قوة، ويمكن لها فرض شروطها، ويمكن لها فرض ما تريد على الدول الأخرى. طيب، بهذا الشكل دكتور عمر وباختصار شديد لو تفضلت، هل تتوقع أن ينضم المغرب أو أن يسعى المغرب للانضمام إلى مجموعة البريكس؟ لا، في المرحلة الأولى لا أعتقد، ولكن في آن واحد ضيفك الكريم يعتبر أن أمريكا في وضع قوة من الناحية الاقتصادية، وأنا أقول له هذا شيء ليس مضمونا، لأن هناك انفصام كبير داخل المجتمع الأمريكي بين العولميين وبين القوميين، وبالتالي هناك مشكل كبير في الدولار الأمريكي قد يعوض بالبيتكوين بالعملات الرقمية. وصلت الفكرة. وهناك شكرا جزيلا لك. للأسف دكتور عمر الكتاني انتهى الوقت. شكرا جزيلا لك، وشكرا لك أيضا أستاذ حسن عبيد. نهاية المسائية مشاهدينا، إلى اللقاء.